السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في كل متابعين قناة لمسات نوجع على اليوتيوب. شرفتوني ونورتوني حبايبي. وصفتنا لليوم المبشورة أو المبروشة، وصفة غنية عن التعريف، وصفة كلها لذاذة. طبعا في ناس بتسميها الباستا فلورا أو تارت المربى أو أحجار القلعة، يعني مسميات عديدة لإلها. إذا كنتوا بتابعوني من أي بلد خارج فلسطين، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات شو حضراتكم بتسموها. إن شاء الله حنعملها اليوم بعجينة هشة بتدوب بالتم، بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، وطريقة سهلة وسريعة ما بتاخد لا وقت ولا مجهود. فيكم تقدموها بجانب أطيب كوباية شاي بالنعناع، أو أجاك ضيف فجأة، أو فيك تاخديها في الرحلات. يعني وصفة كلها لذاذة. فوتوا حضراتكم على الفيديو لحتى تتعرفوا على التفاصيل أكتر وأكتر. على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندي كوب من السكر الناعم، طبعا طحنته بمطحنة القهوة مرة واحدة ونخلته بمنخل سلك لحتى اتخلص من أي تكتلات. عندي ميكس من المادة الدهنية، ربع الكوب من الزيت النباتي، ربع الكوب من السمنة، نصف قالب زبدة ما يعادل 50 جرام، 3 باكو من البيكنج باودر، و3 باكو من الفانيلا أو ما يعادلهم طبعا معلقة كبيرة من الفانيلا السائلة، 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وبنفس الكوب اللي عيرت فيه السكر والمادة الدهنية طبعا 3 أكواب من الطحين متعدد الاستعمالات المنخول مسبقا. وبطبيعة الحال المربى تكون نوعيتها جيدة والمذاق اللي بتحبوه. في بولة واسعة هلأ بنزل بالمادة الدهنية بدرجة حرارة الغرفة، مطلعاها قبل بوقت. فينا نستبدلها طبعا بقالب زبدة وزنه 200 جرام. حنزل هلأ بالسكر الناعم. طبعا أنهان طحنت السكر، هاي تركاية من عندي، طحنته لحتى يضفي لعجينتنا هشاشة وحتى تكون تدوب بالتم. بالويسكا هلأ بخلط المكونات كويس باتجاه واحد حتى طبعا تندمج تماما وحتى يختفي السكر نهائيا ويصير القوام كريمي ومايل لونه للبياض. طبعا هنزل في البيض هلأ. ضروري يا جماعة إن نفقش البيض كل وحدة على حدة حتى ما يكون فسدان معانا ونضطر إن نكب كل الخليط. وحنزل هلأ ب3 باكو من الفانيلا البودرة، فينا نستبدلها بمعلقة كبيرة من الفانيلا السائلة. زي ما قلت لحضراتكم حنزل بداية بالطين، والبيضة الثالثة بعد هيك حأنزل فيها. يعني هاي تركاية من عندي برضو لحتى يضفي للعجينة هشاشة وحتى تكون بتدوب بالتم ما تكون ملبطة. وبقلب هلأ البيض مع الخليط كويس، بعدين بنزل بالبيضة المتبقية. زي ما قلت لحضراتكم البيض يكون درجة حرارة الغرفة، وحنزل بذرة خفيفة جدا من الملح وبقلب. بضلني أقلب كده وأخفق. وممكن يعني نستعمل في هاي المرحلة المضرب الكهربائي. طبعا مدة الخفق كانت حوالي 5 دقايق لحتى اندمج الخليط تماما وصار كريمي كده وباين لونه للبياض وما في أي تكتلات وما في أي ترسبات. هنزل هلأ بالبيكنج باودر 3 باكو، هنزل فيهم على الطحين. طبعا أنا خلف الكاميرا نخلت البيكنج باودر مع الطحين ضروري لحتى نتخلص من أي تكتلات ومن أي شوائب. وبقلب. وهلأ هنزل بنصف كمية الطحين، مش هنزل فيها مرة واحدة، هنزل فيه على دفعتين. وبقلب بالويسكا كده لحتى يختفي الطحين تماما زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هنزل في الجزئية المتبقية من الطحين. طبعا بما انه الخليط بدأ يتقل هلا بترك الويسكا على جنب وبجيب السباتيولا وأقلب فيها. بضلني أقلب بالمكونات كلها مع بعضها كده لحتى ما يكون في أي ترسبات للطحين وحتى ما يكون في أي جزئية طحين جافة. طبعا هلا اسمحوا لي بدي استعمل ايدي، بترك السباتيولا على جنب وبأعجن العجينة كده بإيدي حتى أضمن إنها ضلني أعجن فيها لحتى أحصل على عجينة ناعمة وطرية وملسة. هلا حقسم العجينة لنصفين، نصف هحطه في البراد لحتى تجمد لأنه الجو حار، والنصف الثاني هلا هحطه في صينية متوسطة مناسبة جدا للمقاس اللي اديته لحضراتكم، تكون مفروشة بشوية أو مدهونة بشوية زيت نباتي ورشة من الطحين. وبأفرش هلا وبأفرد نصف العجينة زي ما حضراتكم شايفين. ضروري أبلل أطراف أصابعي بالزيت النباتي حتى أساوي سطح كويس وما يكون في جهة أعلى من الثانية.
وبعد كده حنزل في المربى. طبعا بحب أنوه عن نوعية المربى يا جماعة، ضروري تكون نوعية جيدة، ما تكون نوعية سائلة، لأنه لو كانت سائلة مجرد ما أحط الصينية في الفرن حتندمج العجينة مع المربى كده وحتتدخل مع بعضها. لا حنعرف طعم للعجينة ولا طعم للمربى، وحتكون معجنة كده وما تكون مش حتكون طيبة. فلذلك ضروري نختار النوعية الجيدة. طبعا أنا هان ما كترت مربى كتير، لأنه بصراحة ما بنحبها حلوة كتير، لأنه بنحب ناكلها يكون جنبيها كوباية شاي كده. بعد ما فردت طبقة المربى هلأ بطلع العجينة من البراد وبجيب المبشرة وبجيب قطعة قطعة، وضروري إني أغطها بشوية طحين حتى لأنها بتلتصق معايا، لأنه الجو حار زي ما قلت لحضراتكم. حتى لو إني حطيتها في البراد ضروري إني أغطها بشوية طحين وأبشر كده. وهلأ غيرت المبشرة طبعا، لأنه هاي المبشرة الثانية مساماتها أو فتحاتها أوسع من الأولى. وطبعا وهكذا بعمل في كل قطعة مع العجين حتى أخلص من كل كمية العجين زي ما حضراتكم شايفين، وغطيت المربى نهائيا. طبعا هلأ بدي أحطها في فرن محمي مسبقا على الرف الفوقاني. طبعا بما إنه عندي فرن غاز هحطها لمدة ربع ساعة على نار أقل من المتوسطة تحمر من الأسفل، بعدين بقى أنزلها بالرف التحتاني لحتى تاخد تحميرة من الأسفل كده. وطبعا بتركها تبرد براحتها، وبعد هيك بقطعها وبقدمها مع أطيب وألذ كوباية شاي بالنعناع كده. والله يا جماعة وصفة فخمة ولا أروع من كده. بتمنى إنها الوصفة عجبت حضراتكم. إلى اللقاء في وصفة أخرى. كانت معكم نجوى عوض من قناة لمسة نوجة. إلى اللقاء.